هنتكلم عن اللي هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا السنه دي. تعرفوا خلاص الاهلي بطل الدوري وبطل الكونفدراليه، وال11 ممكن ان شاء الله اللي جايه ال12. الاهلي 68 نقطه ويليه بيراميدز 67 نقطه، هيمثلوا مصر في دوري ابطال افريقيا. والكونفدرالية هيظهر فريق جديد هيلاعب الأهلي إن شاء الله للصدفة النهاردة في يوتشار 57 نقطة، والزمالك في المركز الرابع. مش متعودين إن الزمالك يبقى في المركز الرابع، احنا متعودين يبقى في المركز التاني. دلوقتي الزمالك 56 نقطة، هو وفي يوتشار هيلعبوا في الكونفدرالية. في لاعبين مهمين جدا، أربعة والخامس هنقول لكم عليه راحلين على الاهلي. كولر قال مش محتاجهم يلعبوا معايا. حمدي فتحي انتقل رسميا الى الوكرة القطري. شادي حسين وبرونو سافيو وايمن اشرف، الثلاثة استغنى عنهم المدرب كولر. ديانج جايله عروض أوروبية بيقولوا جامدة جدا ومغرية، فممكن ديانج لو أكرم رجع توفيق ممكن ديانج يمشي. الأهلي بيقولوا إن هم وصلوا لاتفاق مع فريق فنربخشة التركي انه في لعيب معاه اسمه سماتا، اسمه مبوانا علي سماتا، كان عارضه انتهت لنادي جنك البلجيكي، وهم بيقولوا في العرض مقدمين 2.5 مليون دولار لسماتا. ممكن يعمل اضافة، هل هيضيف حاجة للنادي الاهلي؟ كمان كان في تجربة لم تنجح مع أستون فيلا. سماتا السنة اللي فاتت لعب 36 مباراة، أحرز في ال36 مباراة 6 أهداف. 6 أهداف في 36 مباراة. هل ده وعمل أسيست كمان؟ مفيش مشكلة، صنع هدف. هل ده قادر إن هو يظهر مع الأهلي في الدوري والكاس ودوري أبطال أفريقيا وكاس العالم للأندية والبطولات اللي الاهلي بيلعب فيها؟ هل سماتا هيظهر؟ هل سماتا المبلغ اللي هيدفع فيه هيجيب نتائج للاهلي؟ هنشوف سماتا هيعمل ايه ده لو جه الاهلي. وكل سنة وانتم طيبين، تابعونا هتاخدوا كل جديد في الكورة، وهنتكلم على الاصابات.